كانت الفتاة تصرخ بقلق طالبة النجدة، تقول إن ضفدعا علق في حلق والدها وكأنه على وشك الاختناق. لكن كيف وصل الضفدع؟ قبل قليل تحول لون السماء فجأة إلى الأخضر، والأغرب أنها بدأت تمطر ضفادع بكثافة، مما أثار ذعر الجميع في مدينة الملاهي. في وسط هذا الغموض بدأ الناس يفرون غريزيا، وبينما كان الرجل يتصل بالشرطة رفع رأسه دون وعي، وإذا بضفدع يطير مباشرة إلى حلقه. وصل رجال الإطفاء وكانت الأرض مغطاة بالضفادع، فسارعت الفتاة تناديهم لإنقاذ والدها. طلب الطبيب من الرجل الاسترخاء وفتح فمه ورأى الضفدع بداخل الحلق. حاول أحد الأعضاء استخدام ملقط لإخراج الضفدع، لكن بسبب لزوجة جلده وانزلاقه زاد الضفدع للداخل أكثر. فجأة شعر الرجل بحكة في حلقه وصعوبة في التنفس. اتخذ الطبيب قرارا سريعا وبدأ تنفيذ المناورة. بعد عدة ضغطات طار الضفدع خارجا ونجا الرجل بأعجوبة. في مكان آخر لاحظ رجال الإطفاء أن السماء بدأت تمطر كرات مثلجة. لتجنب أي أذى شكلوا دائرة حول المصاب وتبادلوا المزاح لتخفيف التوتر. ولحسن الحظ سرعان ما زال البرد، ومع اختراق الضوء للظلام توقفت كل الكوارث.